هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. تعالى بقى ناخد مع بعض الاكسترينسيك ميكانيزم. الصورة الرئيسية اللي هي مش معمول عليها شخبطة زي اللي انا حاططها لك كده ما كنتش لاقيها، فقلت خلاص مش مشكلة نخلي نفس الصورة دي. اكسترينسيك ميكانيزم يعني حاجات من بره البلاد فيزل لكن بتيجي بتأثر عليها. اول حاجة فيها الريسبيراتوري جاز تنشن، التنشن بتاع غازات، وانا عندي غازين اتنين CO2 والO2. ايه اخبار التنشن بتاعهم اللي هو BO2 والبي CO2؟ حلو، هنشوف هيعملوا ايه. التمبريتشر بتأثر علينا ازاي، الفيسكوزيتي، وفي النص في البي اتش او الاتش. احنا عارفين طبعا ما بقاش نعبر عن الاتش خالص از ا فاليو، بنعبر عنها بالباور اوف هيدروجين اللي هو البي اتش بتاعنا. هنعرف من المعادله ديت ان السي بي اف اللي هو سيريبرال بلاد فلو اللي انا بتكلم عليه الاوتو ريجوليشن بيتناسب طرديا مع حاجتين، عكسيا مع حاجتين. طرديا يعني زياده الحاجه ديت هتزود سي بي اف، والعكس صحيح مع CO2 ايوه والتمبريتشر، لكنها تتناسب عكسيا مع الO2 والهيماتوكريت اللي هو الحاجه اللي بتعبرك عن البلاد فيسكوزيتي. طيب تعال نشوف الكلمتين دول ازاي. هنبدا باهم واحد من الاربعه فاكتور دول بتوع الاكسترينسيك اوتو ريجوليشن. اهم واحد هو البي سي او 2. عايز اقول لك على معلومه، ده ذا موست امبورتنت اكسترينسيك اوتو ريجوليشن فاكتور، والكلام واضح. اهم واحد في الاكسترينسيك، يعني ما تقوليش انه اهم من المايوجينيك بتاع الانترينسيك مثلا. تعال بقى نشوف تاثير CO2 على السيريبرال فلو. لقينا ان في رينج من 20 ل 80 هيحصل الاتي: زياده الCO2، اعرفها كده على طول وانا بقول لك CO2 سواء بقى الفيزيكال فورم بتاعه وده الموست اباندنت او الكيميكال فورم بتاعه. اغلب CO2 في فيزيكال فورم عكس الاكسجين يا جماعه. طيب هتزود لك الدايمتر بتاع السيريبرال بلاد فيزل، يعني تعمل لك فازو دايليتيشن. افتكرها كده، كل ما تزود CO2 كل ما تزود السيريبرال بلاد فلو عن طريق فازو دايليتيشن، والعكس صحيح. لما بتقلل CO2 بيقل الديامتر بتاع البلاد فيزل خاصة السيريبرال، فيحصل فازو كونستريكشن. يبقى اذا الرينج من 50 ل 80 بيزيد الفازو دايليتيشن لغايه ما نوصل للماكسيموم فازو دايليتيشن عند 80، طبعا رقم ضخم جدا، وبالتالي بيزيد السيريبرال بلاد فلو. لكن الجانب الوحش في الموضوع انه هيزيد كمان الاي سي تي. يبقى انا مش فرحان بزياده الCO2 لانها في الاخر هتزود لك اي سي تي. الناحيه الثانيه لو احنا بنقل من 50 مثلا لغايه رينج ال 20، كل ما بتقل يا عم CO2 كل ما يحصل فازو كونستريكشن ونوصل للماكسيموم فازو كونستريكشن هنا عند 20، فبيقل السيريبرال بلاد فلو ويقل الاي سي تي. يبقى مين احسن لعمنا الاي سي تي؟ ان يكون الCO2 في الرينج ده. طيب يعني انت عايز تعمله من 20 ل 50؟ لا، هو النورمال كام؟ النورمال من 35 ل 45، فطول ما انت في النورمال اوكي الدنيا امان معانا. بعد كده رجعوا قالوا لنا طب استنى، مش انت كل ما تعمل لي هايبوكابني يعني تقلل له CO2 اكتر واكتر، كل ما تعمل له فازو كونستريكشن اكتر، كل ما تقلل له اي سي تي اكتر، فايه رايك ما يبقى الهايبوكابني هو ده التارجت بتاعنا ونخلي CO2 ناحيه القليل عشان نبقى مور فازو كونستريكشن؟ لان انا مش عايز ازود اي سي تي، خاصه في بعض العيانين اللي انا متوقع فيهم الاي سي تي عندهم عادي. قعدوا يلعبوا في القصه دي كتير جدا لغايه ما وصلنا الكونكلوجن ان احسن CO2 تنشن نخليه في رينج من 30 ل 35، وده التوجه دلوقتي هو النورموكابنيا وليس الهايبوكابنيا زي ما بيقولوا. وهقول لك ليه الهايبوكابنيا كانوا بيخافوا منها زمان، كانوا بيوصلوها لغايه 25 كمان. تخيل، يعني كان في ريكومنديشن في بعض الكتب زمان خلي CO2 من 25 ل 30، الكلام ده اتغير يا جماعه، احنا بنلعب دلوقتي في رينج 30 ل 35. وهقول لك الكلام ده بتفصيل واحنا شغالين في النيورو بروتكشن. فاصبح التوجه دلوقتي ان احنا نمنتين او نكيب نورموكابنيا. ليه؟ عشان خاطر الاي سي تي اللي انا قلت لك عليه يا سيدي الفاضل. ممكن نخلي CO2 في رينج 30 ل 35 ازاي؟ عن طريق الهايبر فنتيليشن، بس يكون مايلد يا سيدي الفاضل. اما لو انت عملت لي سيفير هايبر فنتيليشن انت كده هتعمل CO2 وش اكتر واكتر، وهتخلي CO2 يوصل لارقام قليله جدا. ايه رايك لو وصل ل 25؟ زمان كانوا يحبوا كده، دلوقتي قلت لك لا. ليه؟ ايه شرح القصه ديت؟ ارجع حضرتك للفيديو الرائع جدا اللي هو الاكسجين هيموجلوبين ديستريبيوشن كيرف اللي هو كان شكله كده اس شيب، وقلت لك في حاجات بتعمله شيفت تو ذا رايت شيفت تو ذا ليفت، منها ناقص CO2 بتعمله شيفت تو ذا ليفت. البلاد فيزل لما يلاقي ان CO2 في الجسم قليل يفهم ان التيشو مش بتعمل ميتابوليزم كتير فمش محتاجه تسلم اكسجين كتير، فده معناه كلمه شيفت تو ذا ليفت. شيفت تو ذا ليفت يعني ناقص الاكسجين ديليفري، ده مصيبه كبيره. تخيل عيان عايز يحافظ على البرين بتاعه وانت تروح تنقص له الاكسجين ديليفري، عيان
انت فرحان انك بتنقص له سيريبرال بلاد فلو والاي سي تي، لكن الاكسجين اللي وصله في الاخر قليل. فقالوا لنا لا، فكره ان انت تعمل مودريت وماركت هايبر فنتيليشن عشان ندخل في هايبوكابنيا زي 25 لها اثار جانبيه اوحش بكتير من قصه نقص الاي سي تي. فقالوا سك على الموضوع ده وخلينا في النورمال رينج بتاع سي او 2 من 30 ل 35، وده ممكن تستعين بيه بحاجات كتير منها مايلد هايبر فنتيليشن لو احتجتها، والكلام ده هقوله لك في فيديوهات النيورو بروتكشن. طيب افرض احنا طلعنا بره الرينج بتاع 20 ل 80، يعني سي او 2 15 سي او 2 90، ارقام خزعبليه بس عشان يبقى معاك المعلومه كامله. ليتل افكت ليه؟ لان انت كنت عند 80 وصلت للماكسيمم فازو دايليتيشن اللي عمله هذا السي او 2، وعند 20 كنت وصلت للماكسيمم فازو كونستريكشن. اقل من كده تاثير السي او 2 على البلاد فيزل ان ذا فورم اوف فازو كونستريكشن يبقى لا يذكر. اكتر من كده تاثير السي او 2 على البلاد فيزل بتاع البرين ان ذا فورم اوف فازو دايليتيشن برضه بصوره لا تذكر، عشان كده كاتبين اوت اوف ذيس رينج الافكت بيبقى قليل. طب ايه الافكت؟ انت عارف مع مور سي او 2 مور فازو دايليتيشن، ليس او 2 مور فازو كونستريكشن. حلو جدا، ده اللي كان في سلايد 26. في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام. في السلايد رقم 27 بقى يا جميل، انا عارض عليك الميكانيزم اللي بيشتغل بيها هذا السي او 2، وبعد كده انت عرضت عليك البي او 2 هيعمل ايه. الميكانيزم بتاعت السي او 2 ان دايركت، يعني هذا الفازو دايليتيشن او هذا الفازو كونستريكشن ما بيروحش عن الاسموث ماسل بتاع البلاد فيزل ويقول لها يلا لو سمحتي اعملي اوردر اسمه فازو كونستريكشن او اوردر اسمه فازو دايليتيشن. امال بيعملوا ازاي؟ الرسمه القديمه اللي خدناها كتير في الفسيولوجي، السي او 2 يقدر يعدي البلاد برين بارير اتش لا الموجوده في البلاد، لما بيعدي يروح يتحد مع الووتر ويديك اتش 2 سي او 3 يقوم يتحول الى اتش سي او 3 واتش. الاتش يا سيدي هو اللي يدخل ويعمل لك القصه ديت في السي سي اف. يعني الميكانيزم اندايركت، ده معلومه على جنب كده. طيب تعال نشوف الاو 2 هيعمل ايه. الاو 2 علاقته عكسيه مع السيريبرال بلاد فلو، يعني طول ما انت عندك اكسجين كويس سيريبرال بلاد فلو زي الفل. احنا اصلا هدف هذا السيريبرال فلو يوصل لنا اكسجين كويس، ماشي. امتى يبدا الاكسجين تنشن ياثر على السيريبرال بلاد فلو؟ لما يبدا الاكسجين تنشن يقل 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 لغايه كام؟ طول ما انت في رينج من 100 لغايه 50، وطبعا نورمال البي او 2 بنلعب في رينج كام؟ من 60 ل 100، نقول يا سيدي ناحيه ال 100. فانت لغايه ال 50 قاعد تقل اهو، لغايه ال 50 مفيش اي مشكله. اول ما تبقى عند 50 ورايح ناحيه تحت، يعني 50 40 30، يبدا يقول للبلاد فيزل بتاعته ايه يا عم، ده احنا هدفنا اصلا نروح نزود الاكسجين للتشو، الاكسجين قليل قوي، روح اعمل لي فازو دايليتيشن، روح زود لي السيريبرال بلاد فلو. خدت بالك من حاجه؟ لما نقص الاكسجين تنشن زاد السيريبرال بلاد فلو عند رينج معين اللي هو عند 50، وده طبيعي ومنطقي، لان الحاجه اللي بتحكم لك الهيموجلوبين اكسجين كارينج، يعني رغم ان الهيموجلوبين بيشيل لك 4 اكسجين، هو ده الموست اباندنت فورم اوف اكسجين في البلاد، الا ان الكبير بتاعه هو اللي حجمه صغير جدا بي او 2. الكلام ده قلناه في الفسيولوجي كتير. طول ما في تنشن معين من الاو 2 موجود جوه البلازما، هو ده اللي هيسمح ان الهيموجلوبين يبدا يفك عن الاكسجين اللي ماسك فيه ويبدا يخليه ينزل في البلازما بصوره فيزيكال، وبعدين يدخل جوه الخليه. وارجع لفيديوهات الفسيولوجي يا عزيزي. فعشان كده قلنا ان طول ما البي او 2 above 50 little change and effect على السيربرال بلاد فلو، اما لما يوصل بي او 2 اقل من 50 تناسب عكسي، يحصل فازو روتيشن ويزيد السيربرال بلاد فلو، ويبدا الخلايا تبقى فرحانه ان جالها بلاد اكتر محملا باكسجين اكتر. حلو جدا. تقدر تحط لي الكيرف بتاع سي او 2 والاو 2 مع بعض؟ ايه ده، هو السي او 2 له كيرف اصلا؟ ايوه بسيطه جدا. تعال اقول لك كيرف السي او 2. المره دي الاكس اكسس يا جميل هو البارشال بريشر بتاع الغاز اللي بنتكلم عنه، مره سي او 2 ومره او 2. اما الواي اكسس فهو السيريبرال بلاد فلو. حلو جدا. ماذا عن السي او 2؟ في الرينج من 20 ل 80 عباره عن ستريت فورورد زي ما انت شايف كده. يعني لو انت خدت نقطة فاصلة الا وهي ال 50 عندها سيريبرال بلاد فلو معين، فاكتر من كده نتيجة الفازو دايليتيشن اللي بيعمله سي او 2 هيزيد السيريبرال بلاد فلو، واقل من كده لو انت نازل تحت فهيقل السيريبرال بلاد فلو. ماشي. اما في الحتة ديت والحتة ديت اللي هو اقل من 20 واكتر من 80 التأثير بيبقى قليل قوي. فالكيرف بتاع سي او 2 زي ما انت شايفه كده. ماذا عن كيرف الاو 2؟ الاو 2 لو احنا بدأنا من ورا عند اكسجين تنشن 100
ونفترض ان الاكسجين تنشن ده بتاع الاوتو قاعد يقل 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 لغايه 50، فنقول ولا يهمك مش مشكله خالص، تقريبا انت عند كونستانت مينتين سيريبرال بلاد فلو اللي هو النورمال اللي هو 50. لما يبدا بقى الاكسجين تنشن يقل عن 50 يعني بتتجه ناحيه الشمال على الاكس اكسس، ايوه يا سيدي، يبدا السيريبرال بلاد فلو يزيد 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 بالميكانيزم اللي انا قلت لك عليها اللي هي فازو دايليتيشن. عشان كده كيرف الاوتو ثابت على رقم معين وبعدين يبدا يزيد لفوق، وانت عرفت ليه. حلو جدا. طب ايه اخبار التمبريتشر والفيسكوزيتي؟ هتلاقي في السلايد رقم 28 بفكرك بان الانترنسك تشمل مايوجينيك ميتابوليك، والاكسترنسك تشمل ريسبيراتوري جاس تنشر واهمهم هو سي او 2 فيهم كلهم في هذه الاكسترنسك، وتمبريتشر واتش وفيسكوزيتي. الاتش ما بيعديش بنفسه زي ما قلت لك، عشان كده وليت الافكت، فنتكلم على التمبريتشر والفيسكوزيتي. التمبريتشر تخيل كده عندي قاعده بتقول كل ما تزيد حراره الجسم او حراره التشو كل ما بيقول انا عندي هايبر ميتابوليزم، وبالتالي او باثولوجي معين فمحتاج دم كتير. فانا متوقع مبدئيا ان التمبريتشر هتتناسب طرديا فعلا مع السيريبرال بلاد فلو فعلا يا سيدي الفاضل، والعكس صحيح. وده معناه ان لو زاد التمبريتشر يزيد السيريبرال فلو، ولو قل هيقل السيريبرال فلو. عشان كده احد الميكانيزم الرائعه اللي بنعمل بيها برين بروتكشن انك ممكن تعمل هايبوثيرميا عشان تقلل السيريبرال فلو. طب ليه؟ عشان تقلل الاي سي تي. ما انت عرفت اللي فيها ايه يا عزيزي. لو قلنا التمبريتشر هيحصل ايه؟ هيحصل فازو كونستريكشن، ده بقى الميكانيزم اللي بتعمل لك بقى نقص السيريبرال فلو وبالتالي ينقص الاي سي تي. لكن في معلومه زياده هنا، اول مره اكتب لك مع نقص التمبريتشر بينقص السي ام ار اللي هو ايه ده؟ سيريبرال ميتابوليك ريت للبرين. وده طبيعي جدا، خلايا كل ما بتسقع كل ما بتقل الميتابوليزم بتاعها. انت نفسك بتعمل كده وانت في عز الساعه مش قادر تتحرك، البرودكتيفيتي بتاعتك قليله. ودي ميكانيزم التانية زي الهايبوثيرميا تعملك نيورو بروتكشن، مش بس ان هي بتنقص لك الاي سي تي، بتقلل لك الميتابوليك ريت اوف اوكسجين، بتقلل لك الاكسجين نيد. دي حاجه حلوه جدا. عند درجه حراره 20 انا بتكلم على التوتال بادي تمبريتشر بندخل في ايزو الكتريكال اي جي. طب لو زادت الحراره زي ما انت شايف فوق كده هيزيد السيريبرال فلو لغايه درجه حراره 42 بيحصل الريفرسبل برين انجري. انا طبعا الخلايا بتتدمر حضرتك زي ضربه الشمس كده. وساعتها لو وصلت ل 42 القاعده اللي كانت بتقول ان التمبريتشر بتتناسب طرديا مع السيريبرال فلو مش هتطبقها. ليه؟ لان عند 42 الحراره عاليه اهي، عمر ما السيريبرال فلو هيزيد لان الخلايا اصلا ماتت، فيبدا يقل سعادتك. ده اكسبشن وحيد. ماذا عن بلاد فيسكوزيتي؟ طبيعي جدا طول ما انت بتعمل مقاومة قدام سريان الدم في صورة فيسكوزيتي عالية، يبقى اذا الفلو اللي هيدخل هذا التشو هيقل. هات انت شوية زيت وهات شوية عسل ويبدأ مشيهم على اي ترابيزة وشوف مين هيمشي اسرع حسب الفيسكوزيتي بتاع المادة. الفيسكوزيتي كل ما تزيد كل ما الفلو بيقل. نعبر عن بلاد فيسكوزيتي بايه؟ بص معلومات ليك انت. لو انت بتتكلم على بلازما فيسكوزيتي فاكبر الحاجات اللي موجوده في البلازما حجما يبقى لها فيسكوزيتي اعلى. مين اكبر الحاجات؟ بلازما بروتين. طب مين اكبر واحد فيهم؟ واحد من الكوجوليشن فاكتور اللي هو فايبرينوجين. فتقول له فايبرينوجين هو مسؤول عن بلازما فيسكوزيتي. اما لما يقول لك بلاد فيسكوزيتي لا، ده انت عندك خليه اسمها ار بي سيز تحتوي على حاجه اسمها هيموجلوبين، ده اكبر بكتير من الفايبرينوجين. فهتلاقي ان الهيموجلوبين هو المسؤول عن البلاد فيسكوزيتي عشان تبقى دقيق وانت بتجاوب جمله الام سي كيو او اورال. طب انا اعبر عن الهيموجلوبين ازاي؟ بحاجه اسمها الهيماتوكريت، وشرحت لك الهيماتوكريت في شابتر بلاد. عشان كده انا عايز يبقى الهيماتوكريت بتاعي في النورمال رينج اللي هو من 30 ل 35%. ده احسن حاجه. اقل من 30 الفيسكوزيتي هتقل والفلو يبقى اعلى، وده ممكن بيحصل في الكارديو بالمونري بايباس. بتلاقي اللي قاعد على المكنه عمل اوفر هيدريشن للعيان وعمل هيمو دايلوشن. طب ده حاجه كويسه؟ لا، انا ايه فرحتي ان جالي دم كتير بس هيماتوكريت قليل، يعني هيموجلوبين شايل اكسجين قليل. بنعبر عنها بايه؟ اكسجين كارين كباسيتي بدات في الارض. فما يهمنيش ان يجيلي دم كتير لكن كفاءته اي كلام. الفاليو اوف بلاد في الاكسجين اللي شايله. كل حاجه لها فاليو، انت نفسك ليك فاليو، فلازم تقدم حاجه لنفسك لو مش هتقدم حاجه للي حواليك. اما لو فيسكوزيتي عاليه والهيماتوكريت اعلى من 80 والهيماتوكريت اكتر من 50 زي ما هو الحال في حاله البوليسيسيميا هيقل السي بي اف. وبكده نكون خلصنا كل الفاكتور والميكانيزمز بتاع الاوتو ريجوليشن. كانت حلقه دسمه لكن في منتهى القوه يا شباب. فاضل لنا كده حاجه صغيره خالص، الانستيك افكت على نيورو انستيزا بصفه عامه.
الموضوعات دي اتشرحت بالكامل بمنتهى التفصيل في ماده الفارما. فانا هعمل ايه معاك دلوقتي؟ انا هعمل تجميع للمعلومات ديت واعرضها عليك. لو حسيت ان في معلومات انت مش قادر تهضمها كويس جدا، وده لان احنا شرحناها بالتفصيل في الفارما، فمش هقدر اجي لك دلوقتي واشرحها لك تاني بالتفصيل. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير. تعال بقى نبدا نراجع مع بعض معلومات الفارما الجميله في نيورو بروتكشن. وزي ما قلت لك قبل كده، الفارما دي يعني رياضه ومتعه الانستيزيا، هي والفسيولوجي والفيزيكس، مش مجرد بيزك ساينس وخلاص، لكن استمتاع ليس له حدود، عشان تكون وحش الوحوش وواقف جنب عيانك وقفة مختلفة جدا. في الصدر رقم 29 كنت بعمل لك مقارنة بين الانستيك افكت بتاع كل من الاي في انستيك والانهاليشنال انستيك على كل من السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين، السيريبرال بلاد فلو، الاي سي تي. وبالمرة الحاجة ديت ايه تأثيرها على الكونفولجن. ومن المعلومات اللي فوق ديت نقدر نطلع بكونكلوجن من احسن حاجة في النيورو بروتكشن. طيب، وزي ما قلت لك احنا بنراجع معلومات، الكلام ده كله اتشرح بمنتهى التفاصيل والمتعة في كورس الفاندامنتال، واتمنى تكون سعيد الحظ وشرفتني في الكورس عشان خاطر تستمتع بالكلام ده. نبدأ بخانة الاي في انستيك. اخبارهم ايه على السيربرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين؟ كانوا الحمد لله بينقصوا السي ام ار او 2، يعني الاكسجينات بيقل، يعني كويسين جدا. الوحيد اللي كان اكسبتد من القاعدة دي الكتامين، عشان كده ما بنحبش الكتامين في حالات النيورو للسبب ده، بيزود الاكسجين نيد. نيجي نروح لخانة الاي في انستيك عشان نمشيها كده مقارنة بالعرض. برضو كانوا بينقصوا لك الميتابوليك ريت والنيد اوف اوكسجين، لان في سواء اي في او انهيليشن كان بينقص لك السي ان اس اكتيفيتي، بيعمل لك سي ان اس انهبيشن. برضه زي ما كان عندنا اكسبشن اسمه كتامين في الاي في، عندي اكسبشن اسمه نايترس في الانهيليشنال، بيزود السي ام ار او 2، فبالتالي ما نحبش النايترس هو كمان في النيورو انستيزيا. وقلت لك جملة زمان ان النايترس هو ده توأم روح الكتامين، الاتنين زي بعض في حاجات كتير جدا. من ناحية الكونفرجن افتكر معايا كده ان الثايوبنتال والبروبوفول الاتنين دول كانوا انتي كونفالسيف، حلو جدا. كان عندنا واحد اسمه ايتوميديت كان ممكن يعمل لك كونفالجن عشان ماده اسمها الجلايكول، ما كناش نحب نستعمله قوي في حالات النيور. من ناحيه انهيليشنال كناش نحب الانفلورين، كان بيعمل لك سبايك كده شبه السبايك بتاع الكونفالجن، عشان كده كان بيقول ميبي، فما نحبش الانفلورين، خلاص هو كده كده مش بيستخدم دلوقتي. نيجي للعنوان الثالث اللي هو السي بي اف، سيربرال بلاد فلو. اصحابنا الاي في كانوا حلوين جدا في نقطه السيربرال بلاد فلو. انا عايز حاجه تعمل لي فازو كونستريكشن سيريبرال يعني عشان انقص الاي سي تي، فلقيناهم كلهم بيعملوا القصه دي سبيشالي سايوبنتال، حلو جدا. لما نروح على خانه الانهيليشنال لقينا لا، هنا بقى بدانا نختلف. ليه؟ لان اصحابنا الانهيليشن كانوا بيعملوا لك فازو دايليتيشن بصفه عامه، وكان بيعملوا لك سيرو فازو دايليتيشن بصفه خاصه. كان اشهر فازو دايليتور على البرين هو الهالوسان، عشان كده ما بحبش استعمله خالص في حاله النيورو، لان هذا الفازو دايليتيشن على قد ما هو هيزود لك سيرو فلو هيزود لك الاي سي تي، واحنا مش عايزين كده. لكن اقل فازو دايليتيشن كان يحصل مع الايزو والديس والسيفو، وعشان كده السيفو يفضل جدا. لما نروح على خانة الاي سي تي، اخبار الافكت بتاع الاي في والانهيليشن انستيك على الاي سي تي. الاي في بتحب النيورو انستيزيا جدا، بتحب السي ان اس، فهي برضو بتنقص لك الاي سي تي، ربما يكون بطرق دايركت وبطرق اندايركت. من الطرق الاندايركت حكايه الفازو كونستريكشن اللي لسه عاملاها فوق دي، وبالتالي هي كده بتمثل لك نيورو بروتكتيف ميكانيزم. كلهم لا الا الكتامين. الكتامين للاسف كان بيزود لك الاي سي تي، ودي تاني حاجه وحشه في حق الكتامين مع حاله السي ان اس. اول حاجه انه بيزود لك الاكسجين نيد، لما قلت لك انه بيزود السي ام ار او 2، وبيزود لك الاي سي تي، حاجتين وحشين. اما نروح على خانه الانهيليشن، الفازو دايليتيشن اللي كانوا بيعملوه للاسف هيزود لك الاي سي تي، بس اللي كان بيعمل مايلد فازو دايليتيشن يعمل لك مايلد انكريس في الاي سي تي، فبالتالي برضه هيظل السيفو والايزو والديسفلورين افضل من بقيه العيله، خصوصا السيفو. جمع كل المعلومات دي وتعالى نضربها في الخلاط ونطلع بكونكلوجن مين احسن حاجه في النيورو بروتكشن. من ناحيه الاي في ثايوبنتال جدا 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 جدا، لدرجه ان هم قالوا عليه ده احسن حاجه في النيورو بروتكشن. وقلت لك ليه بالتفصيل،
البروبوفول also is neuroprotective agent. لكن البروتكشن اللي بيعملوه ادي كلمة بروتكشن في الدرع ده وهنتعود عليها واحنا شغالين في neuroprotection CNS anesthesia against الفوكال اسكيميا. يعني لو انت عندك جلوبال اسكيميا لا قدر الله او جلوبال باثولوجي في البرين، استحالة ان هم كأدوية يحموا لك البرين من القصة دي. لما نيجي نروح الناحية التانية، من احسن حاجة في النيورو بروتكشن سيفو الايزو الديسفلورين، كويس جدا. ندخل بعد كده على عائلات اخرى زي مثلا عائلة الاوبيويد والبنزودازيبين والمصل اللاكسن بنوعيها، سواء كانت ان دي يعني نون ديبولارايزنج او دي يعني ديبولارايزنج مصل لاكسن اللي هو ساكسينال كولين. تعالى كده ناخدهم مع بعض. العيلة على اكبر عائلة الاوبيويد، ايه رأيك في العيلة دي بصفة عامة؟ العيلة دي كانت بتريح البرين، فبالتالي هيقللوا لك السي MRO2 ينقص الاكسجينيت. كان لهم سيداتيف افكت لو انت فاكر، وزيهم زي عيلة الاي في انستيك ممتازين في النقطة دي، خاصة المورفين. المرة دي هناخد عيلة يعني هنمشي بالطول مش بالعرض، وبالتالي لما نيجي عند خدت الكونفرجن، حد في عيلة الاوبيويد كنت خايف منه الكونفرجن؟ كان في 2 لو انت فاكر، البيسيدين والترامادول بميكانيزمات مختلفة. لو واحد عنده ابيليبتيك فوكس كنا بنقول يفضل ما ندهمش، لان هما may cause conversion، بس بشرط ان يكون العيان عنده ابيليبتيك فوكس. حلو جدا. كان في واحد بنقول عليه ان استحالة يعملها كونفرجن، لو انت فاكر الريميفنتانين، بس ما كانش له سيداتيف افكت. والمعلومة بتاع الريميفنتانين بيعمل ريسبيراتوري ديبريشن محترم، فلازم يكون في نيرس او سوبرفيجن للعيان اللي بياخده انفيوجن. من ناحيه السيريبرال بلاد فلو، اصحابنا اللي هم الاوبيويد كان بيعمل لك دايركت فازو كونستريكشن زيهم زي الاي في، وبالتالي هينقص لك السي بي اف وينقص لك الاي سي تي في الخانه اللي تحت. لكن لو العيان بتاعك كان سبونتينيوس بريسنج، وده صعب ان احنا نشوفه في حاله النيورو، يعني اغلب عيننا بيبقى كنترولد فنتيليشن، فهو ممكن يعمل لك ريسبيراتوري ديبريشن، فهم يعمل لك CO2 accumulation، فيعمل لك فازو دايليتيشن، فهذا الفازو دايليتيشن يزود لك سيربرات فلو، يزود لك الاي سي تي للاسف. ده ميكانيزم اندايركت. في ميكانيزم تاني الميكانيزم التاني الاندايركت، some of الاوبيويد فاميلي ممبر ممكن يعمل لك هيستامين ريليز، وده لو حصل يعمل لك فازو دايليتيشن ويعمل لك نفس الفكره، يزود السيربرال بلاد فلو ويزود الاي سي تي. عشان كده لما يجي يقول لك ايه تاثير الاوبيويد على السيربرال فلو والاي سي تي، دايركتلي ويعملوا فازو كونستريكشن، وبالتالي ينقص السي بي اف وينقص الاي سي تي. بطريقه اندايركت ممكن يعمل العكس، وشرحت لك ازاي. ونيجي لاهم حاجه، مين احسن ناس في العيله ديت في البرين بروتكشن؟ عيله الفنتانيل يا حبيبي، فنتانيل واخواته، فنتانيل سوفنتانيل ريمافنتانيل. طب ليه حاجة مثلا زي البيسيدين والترامادول خايفين من نقطة الكونفرجن خصوصا في العيانين الابيليبتي؟ طب ليه المورفين لا؟ المورفين مشكلته في الهستامين ريليز، فممكن يعمل لك سيجنيفيكانت فازو دايليتيشن ويزود لك الاي سي تي. معنى كده ان احنا ما بنستعملش المورفين في حالة النيورو؟ لا، ممكن نستعمل عادي، وفي ناس كتير بيستعملوا مفيش اي مشكلة، لكن بيست هي عيلة الفنتانيل واخواته. طيب ندخل على عيلة تانية الا وهي عيلة البنزودازيبين. دول سيداتيف، وبالتالي هينقصك السي ام ار 2. في اي حاجه منهم تعمل كونفرجن؟ لا الحمد لله. بيعمل لك ايه في البلاد فيزل بتاع البرين؟ فازو كونستريكشن زيهم زي الاي في انستيك والاوبيويد، وبالتالي هينقص لك السيريبرال بلاد فلو والاي سي تي. هتستعملهم عادي مفيش اي مشكله، هتستعملهم وانت مطمن، بس برضه خليك كوشس، ما تديش بنزودازيبين من هنا از سيداتيف العيان واخد مثلا هيد تروما او الكونشس ليفل بتاعه بعافيه، تقوم تعمل له ريسبيراتوري ديبريشن، وايه اصلا يخليك تدي عيان الكونشس ليفل بتاعه امبير تديله سيديشن يعني. طيب ندخل في عيله المصل لاكس، العيله اللي هي نون ديبولارايزنج. انا خايف من نقطه الهستامين ريليز جميل، لان ديت ممكن تعمل لك فازو دايتيشن زي ما قلت لك، ويزود لك سيريبرال بلاد فلو والاي سي تي، فيفضل انك تستخدم النون هستامين ريليزنج نون ديبولارايزنج. طيب صاحبنا ساكسوناب كولين كان عندنا معلومه عنه ان هو كان يروح يزود لك 3 بريشر، هاتهم من فوق لتحت. بريشر في البرين يزود الاي سي تي، والبريشر في العين الاي او بي انترا اوكيولار بريشر، والبريشر تحت في المعده اللي هو الانترا جاستريك بريشر. لما كنا بناخد حاجه اسمها دي فاسيكيليتنج دوز من النون ديبولارايزنج 5 ل 10 مللي جرام مثلا كده، حاجه زي الاتراكوريوم او اخواته، فممكن يودي لك الاولى والثالثه، ما يزيدش الاي سي تي، ما يزيدش الانترا جاستريك بريشر، لكن مش هيودي الانترا اوكيولار بريشر انكريز اللي بيعملها ساكسوناب كولين. وشرحت لك الميكانيزمات بتاع الكلام ده وانا بشرح لك الفارما يا عزيزي.
طيب من الاخر لو انا عايز اطلع بكونكلوجن، من احسن ادويه اقدر استخدمها في التخدير ان جنرال يخدمني في النيورو بروتكشن، في الاي في سايوبنتال وبروبوفول، في الانهريشن سيفو ايزو ديسفلورين، في الاوبيويد فنتانيل واخواته زي السو فنتانيل، الفنتانيل، امفنتانيل، بنزودازابين كلهم، بس الميدازولام هو ده الموست كومن معاه. مصر ريلاكسن في النون ديبولايزنج حاول تجيب حاجه ما بتعملش هيستامين ريليز. في الديبولايزنج عادي بس يفضل تدي معاها دي فاسيكوليتنج دوز. كده بنكون خلصنا الحمد لله البيزك فيسيولوجي بتاع سي ان اس اللي هنبني عليه كل اللي جاي باذن الله. استعدوا لرحلات اكثر متعه ومغامرات رائعه جدا في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، ما تنسوناش من دعوه جميله من القلب. هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير.